خبير تجميل لبناني هو اللي عطاني هذا الوصفة السحرية المتكونة من مادة الخميرة، هي اللي راح ترجع لك الوجه تاعك مشرق، ترجع لك النفخة في الخدود تاعك، تجبد لك الوجه تاعك من تجاعيد، تخلي لك الوجه تاعك مشرق وممتلئ وكأنك عاملة بوتوكس أو فيلر للبشرة تاعك. مساء الخير حبوبات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بهذا الماسك اللي كان قدمه لي هذا الخبير التجميل اللبناني، يعني يخدم بالأعشاب التجميلية. كان عطاني هذه الوصفة شخصيا، كنت تواصلت معاه وعطاها لي ونصحني بها وانبهرت بالنتيجة تاعها. صح البنات، مكوناتها جد بسيطة. مكوناتها المكون الرئيسي هو الخميرة، اللي كانوا يخافوا منها، لكن أنا كنت استخدمتها عندي مدة وزمان ملي كنت في فترة 16 سنة 17 سنة حتى الآن وأنا نستخدم فيها، يعني 20 سنة كيك وأنا كل مرة نستخدمها ونلقى لها نتيجة وتفرحني النتيجة تاعها. قلت عليه لا، من مدامكم حبيباتي ومشتركات القناة العزاز عليا اللي دخلوا لقناتي، مرحبا بكم كامل. حبيت نفيدكم بيها، يعني كنت نديرها ملي كنت أنا صغيرة وراح نفيدكم بيها، وإن شاء الله تلقاو عليها نتيجة. أنكم تحتاجوا ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة الخبز، تساعد على تسمين الوجه وملء الخدود بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالفيتامينات خاصة الفيتامين بي، وتغذي البشرة بعمق، كما أنها عندها فوائد أيضا تفتيح البشرة وتقلل حتى من التجاعيد ومن عمق التجاعيد، وتقلل أيضا من البقعة الداكنة في الوجه. ملعقة خميرة نحتاج معها نصف ملعقة من العسل، عسل يكون طبيعي والعسل الحر يعني بيو. نحتاج نخلطوهم تخيبيا مع بعضهم ومن بعد نجمعوهم بالماء الورد. كنت هنا استخدمت ماء الورد مقطر، اللي ما عندهاش ماء الورد تستخدمي أي ماء نورمال عادي، ماء الحنفية. وتخلطي تخيبيا هذا المكونات. تقدري أيضا في بلاصة الماء ولا ماء ورد اللي عنده بشرة جاف يستخدم معها الحليب، حليب سائل. نخلطوا جميع المكونات نمزجوهم تخيبيا ونخليهم يتفاعلوا لمدة دقيقة أو دقيقتين، ومن بعد نحطوهم البنات نابليكيوهم على بشرة تكون نظيفة ومعقمة ونقية. نحطوها على البشرة لمدة خاصة الخدود، الأنف ما تحطوش عليه، حطوا في الجبهة والخدود والذقن هكا لمدة ساعة إلى ساعة ونصف. ونقوم بالغسل تاعها جيدا وترطيب البشرة، ونتحصلوا على انتفاخ وتوريد للخدود رائع. نبقاو نعاودوا الوصفة هذه 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، هكا نتحصلوا على نتيجة أكثر من رائعة. هكا حبوبات جينا نهاية الفيديو، ما تنسونيش بالدعم تاعكم، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. باي باي، في فيديو لاحق إن شاء الله.